هلا والله، وصفتنا لليوم هي الفطاير المقلية من دون ما تفتح بالقلي. لونها حلو، بتقرش شوي من برا وطرية من جوا. رح احتاج كيلو من الطحين، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من النشا، ونص كوب من الزيت، ربع معلقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من خميرة الفورية. اخلط المكونات واعجنهم بمي دافية حتى احصل على عجينة طرية وما بتلزق بالايد. رح اتركها ترتاح ساعة. حشوات سبق ونزلتهم ببوست تاني. تأكدوا انه الحشوات باردة وما فيها مي حتى ما تفتح العجينة. بعد ما نشكل العجينة رح أحطها على صينية عليها طحين حتى أخلص كل الكمية. وهالطريقتين لتشكيل الفطاير عطول بتطلبوهن مني، وكتير عمليات حتى ما تفتح العجينة. الفطاير ما رح ترتاح كتير، بس من عن ما نخلص الكمية كلها بنبلش بالقلي بزيت غزير حامي على نار وسط، ورح نقلب بهالشكل حتى ياخدوا اللون الحلو ويستووا بشكل متساوي. صاروا جاهزين معنا، كتير طيبين، ما غبوا ولا نقطة زيت. بتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني تجاربكم، ولا تنسوني من التفاعل.